السلام عليكم. مش كفايه بقى مكرونه بشاميل والحاجات دي، تعالوا نعمل بقى العظمه اللي قدامكم دي. اولا تجديد، ثانيا طعمها حلو قوي، خفيفه جدا لاني مش حاطه تقريبا فيها دهون، كمان هتعجب الولاد والعزومات والحاجات الجميله دي. تعالوا نعملها باقل الامكانيات اللي ممكنه. اول حاجه جبت حله ومن غير ما اشغل البوتاجاز خالص، حطيت كبشتين من الحليب واربع معالق من الدقيق ونص معلقه من الملح ونص معلقه من الفلفل الاسود ورشه كمان من جوز الطيب، ويا سلام بقى لو فريش، ولو مش عايزين مفيش مشكله، بلاها جوز الطيب. بعد كده بقى هقلب على البارد، هقلب كويس قوي لحد ما الدقيق كل معالمه تختفي. اوعوا تشغلوا النار يا جماعه قبل ما تتاكدوا ان الدقيق كله اختفى. ودي اول حاجه اهو، عملنا البشاميل من غير اي دهون يا جماعه، لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه. بعد كده بقى كملت لتر الحليب، انا هنا عايزه احط لتر من الحليب. وبعد كده هحط عليه نص كيلو من الطماطم المعصوره والمتصفيه من القش والبذر. في العادي لما باجي اعمل بشاميل وخصوصا ما فيهوش اي دهون، ساعات بحط مثلا جبنه كريمي او مثلثات او اي حاجه من دي تديها طعم شويه. انا هنا مش هحط اي نوع من انواع الجبن، وهقول لكم ليه بعد كده. المهم بقى قعدت اقلب باستمرار لحد ما تقريبا البشاميل تقل معايا وخلاص بيغلي. يبقى كده تمام، وهطفي عليه وهبدا. هجيب بقى اي صينيه عندي ستانلس بقى، الومنيوم، بايركس، زي دي، اي حاجه من دي، بس اهم حاجه ما تكونش مدوره، يعني يا مستطيله يا مربعه. وهرص فيها بقى اللازانيا جنب بعضها زي ما انتوا شايفين كده. بس يا خساره بقى، اللازانيا اللي جبتها المره دي العلبه كان متكسر فيها كتير، فكركم ارميها ابدا. رحت رصاهم كده جنب بعض وسديت كل الفراغات، وبعد كده حطيت طبقه من اللحمه المفرومه. انا كنت عصقت معاكم اللحمه المفرومه قبل كده في فيديو قبل ده، يا ريت تشوفوه. انا هنا ما حطيتش بس طريقه علشان يعني اقصر وقت الفيديو. وعلى اللحمه المفرومه شويه جبن بقى، عندكم بقى موتزاريلا، جبنه رومي، اي حاجه، تشيدر برضو بيبقى حلو جدا. وبعد كده كبشتين من البشاميل، وبرضه هعمل طبقة تانية من اللازانيا. ونفضل بقى نكرر العملية دي لحد ما نخلص 4 طبقات. أنا دايما بحب الصينية تبقى 4 طبقات، في ناس بيحطوا 5 بس بتبقى يعني سميكة قوي. المهم يعني نعمل طبقة من اللازانيا عليها طبقة بشاميل عليها طبقة لحمة مفرومة وبعدين طبقة جبن لحد ما نخلص الصينية كلها. وخلي بالكم الملح يا جماعة، أنا حطيت بس نص معلقة ملح في البشاميل وهو بيستوي، علشان خاطر أنا عارفة إن أنا هحط جبن كتير، فعشان ما تبقاش حادقة بس. وتاني حاجة بقى اللحمة المفرومة المتعصجة اللي أنا نزلتها في فيديو قبل كده، ما كنتش حطيت عليها طماطم، أنا هنا حاطة عليها حوالي كوباية طماطم وهي بتتعصج كده علشان خاطر تديني الطعم والمزازة الحلوة. وطبعا أنا كنت عصجت اللحمة من غير أي دهون برضو زي ما قلت لكم، بسخن واك أو طاسة وبعدين أحط اللحمة بعد ما يسخن قوي، واقعد اسويها بقى واحط التوابل بتاعتي واحط كمان بصلايه واقعد اقلب فيها كويس قوي لحد ما تستوي. وفي معلومه تانية يا جماعه، اللازانيا اللي انا جايباها ما بتتسلقش الاول، في نوع بيتسلق الاول لازم تقروا على العلبه بتاعته، وفي نوع بيستوي على طول كده يعني. هو ده النوع اللي انا بحطه، بحط عليه البشاميل وبيستوي من غير ما يتسلق. انا خلصت الطبقات كلها، ولازم انضف الصينيه من اي بشاميل وقع عليها علشان ما يتحرقش اثناء التسويه ويدي ريحه وحشه. وهحطها في الفرن بقى لدرجة حرارته 200، هتقعد حوالي نص ساعة، نص ساعة وخمس دقايق لحد ما تستوي وتطلع بالجمال ده. مش قادرة اقول لكم حلوة قد ايه، وطعمها يتجنن، احلى من اللي بنجيبها من بره 1000 مرة. يلا جربوها وما تنسوش تدعولي وتبعتوها كمان لكل حبايبكم. وزي كل فيديو ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات، وكلنا نفكر بعض عشان ناخد اكبر حسنات ممكنة. ويا رب تكون عجبتكم، والف هنا وشفا، والسلام عليكم.